مساء الخير. لا اسعد صباحك يا فهد. ايش اقول؟ اسعد صباحك يا فهد. لا وانا اشرد عليك يوم قلت اسعد صباحك وانا اقول اسعد مساء ولا اسعد ظهري. عن على الكوتي غسل امس. يا نافع قال غسلت امس انا اجي كيف؟ عن يا اخولي يا حرشتك الله. رجعت انت اولي. لقيت امس نزلنا كريستيانو وميسي. ولا فعلنا صورة ثانية. لقيت لي احنا لابسين البذله. لقيت على شخصية. إنا والله ما صدقت يا فهد. قلت يا شحر قلت ذولة رياك. ما نشوف الشكل. الله يلعن شكلك اذا انا اياك اردي مكانه والله انقلق والمصنع اتق الله. انت وشكلتي الحين صار عارس. اللهم صل وسلم عليه. به قصه انا سمعت بها قالوا لي عندكم مدري عندكم ولا. قصه البقره دي دخلتها المسجد وكالة المسجد. وانا علمت اني عندكم كنا عاقدين نجي لكم بغزوه. يوم علمنا اني ضاع يوم الجمعه بالجامع وما علقوها الا الجمعه الثانيه قلنا ذولا عاد بعيد من الاسلام كنا مجهزين لكم غزوه ندخلكم الاسلام. الله دخل الله عندكم انا الله لا حملني وانا الله لا حملني انا علمت وقال حدثوني قالوا ان كان به جامع من ذول القديمات دي اللي كان يجي به بركه دري. وبعدين بالصراحه حقه كان بحشيش مثل ذولا والباب يعني الدولة والباب حق الحوش ما لا يقدر يجلس مفتوح يعني من ما لشتك تدخل دفت الباب ودخلت وهو يرجع من نفسه. خرجوا من صلاة الجمعة دري والبقرة جزءه لقيت لها الحشيش ذولاك دهفت الباب ودخلها وهو تغلق عليها أكلت لها الحشيش لما زلجه. جاء المغرب تعمل والبقرة كان هالبقرة هانا ما خلوش بقعه قالوا بعدين ذي ساروا النادري عملوها ساروا ذي نزلوا دم عملوا عند الجزاري. ما بش يئسوا من البقرة ضاعت تبخره من القرية ما عدلوا إلا الجمعة الثانية. أسألك بالله والله قلنا أنا على ما قالوا لي قالوا الجمعة الثانية صار المؤذن ذي يصير يذكر للجمعة. صار يأذن جاء البقرة داخل قد دخلت لها بعدين لا وسط المسجد من الجوع قرطت الختم وقكلت كل المفارش ولا حتى تجيش. أنا علمت قالوا بقولة النجيش والله ما هي بقولة النجيش والله ما هي. كنا قلنا عندي بغزوة لا والله. ماني ذا القرية أخي مدري والله نحن نعلم أني قريب من العو. واحنا علمنا قالوا لنا بقولة النجيش. يا ويا بقولة النجيش ما قولة النجيش إلا مساجد علاطة. مساجد علاطة على هالمساجد مباني مقفلة. والله ما إني مفتوحة. ما بينك أنت والمسجد.